أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم وانصر ولدهم مقتدى يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي الكرام، أحبتي الكرام، اليوم ننتقل إلى قادة حركة الإصلاح بعد أن تعرفنا على الأفراد الذين يكونون مع قادة الإصلاح، وقلنا أنهم يرمز عنهم بأهل المشرق أو الموالي، وطرحنا أطروحتنا أنه يمكن أن يكون أهل المشرق والموالي هم العراقيون. ممكن هذا، بحيث أنه جمعنا معطيات وأدلة تثبت هذا الطرح. يبقى شيء الآن علينا أن نعرف شيئا عن قادة حركة الإصلاح، وهم ثلاثة. الأول هو السيد الشهيد محمد باقر الصدر، والثاني السيد الشهيد محمد صادق الصدر، والثالث هو السيد مقتدى بن محمد الصدر. هذا الذي نعتقده بيننا وبين الله. السيد الشهيد محمد باقر الصدر هو محمد باقر بن السيد حيدر بن إسماعيل بن صدر الدين بن صالح بن آل شرف الدين الموسوي العاملي، يرجع نسبه إلى الإمام الكاظم عليه السلام. السيد الشهيد محمد باقر الصدر إن أردنا أن نعرفه فنعرفه عن طريق آل الصدر، وإن أردنا أن تكون معرفتنا به معرفة يقينية فعلينا أن نعرفه من خلال السيد محمد صادق الصدر والسيد مقتدى الصدر. هذا الذي أراه وهذا الذي أنا عليه. السيد الشهيد قدس سره محمد صادق الصدر أعطانا عن السيد الشهيد محمد باقر الصدر أمران. الأمر الأول أنه في لقاء الحنانة قال عنه أنه أعلم خلق الله بعلم الظاهر بعد المعصوم عليه السلام. وعلم الظاهر أحبتي كما يعبر عنه بعض أهل الله أنه علم الكرسي، أما علم العرش فهو علم الباطن. فكان السيد الشهيد محمد باقر الصدر هو أستاذ السيد الشهيد محمد صادق الصدر في العلم الظاهري، يعني الدروس الحوزوية. وقال عنه أيضا أننا في هذا المجال واحد، يعني السيد الشهيد الأول والسيد الشهيد الثاني في المجال الحوزوي في العلم الظاهر واحد هما. وأستاذ السيد الشهيد محمد صادق الصدر عفوا هو الحاج عبد الزهر القرعاوي، وهذا أيضا أشار إليه السيد الشهيد أنه خير خلق الله في مرتبة اليقين بعد المعصوم عليه السلام. فالآن كونا صورة عن مدى أعلمية السيد الشهيد الأول، أنه خير خلق الله في العلم الظاهري حسب ما يقول السيد الشهيد الثاني. هذا ليس رأيي أنا، من أنا لكي أقيم هؤلاء العمالقة؟ إنما أنا ناقل، وعلى ضوء هذا النقل الذي أنا أصدقه أرتب أفكاري. أما السيد القائد مقتدى الصدر فقال عن السيد الشهيد الأول أنه إبراهيم هذه الأمة، وحقيقة هذه الكلمة تفتح لنا آفاق واسعة. فإبراهيم هذه الأمة من حيث أنه قد واجه الشيوعية والرأسمالية وحكم حزب البعث، وكذلك يعني بعض بيوتات الحوزة العلمية من عاداه. إبراهيم هذه الأمة لو لاحظنا إبراهيم عليه السلام حين احتج على عبدة الشمس والقمر
لم ينكر عليهم. يعني في البداية حينما رأى من يعبد النجوم والكواكب لم ينكر عليهم هذا الشيء، إنما سايرهم، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فهذا كان أسلوب السيد الشهيد الأول، سواء مع إخواننا السنة أو حتى مع الشيوعية. الرجل يساير ثم يثبت ما يريد ويهدم ما يريد، هذا أسلوبه، لذلك لم يفهمه أحد. يعني يأتي شخص قليل خبرة أو تقوده عاطفة أو مغرض، ينتقي كلمة من هنا ومن هناك من مؤلفات السيد الشهيد ويبدأ يشنع عليه بها. هذا أسلوب السيد الشهيد، هكذا يجب أن نفهمه. هذا باب. الباب الثاني أنه إبراهيم هذه الأمة، لو لاحظنا أن إبراهيم عليه السلام ترجع إليه الأديان الثلاثة، ولا نقول أنه الدين واحد، إنما الشرائع الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام. الدين واحد لكن الشرائع متعددة، إن الدين عند الله الإسلام. فهذه الأديان نقول عنها مجازا أديان ترجع إلى إبراهيم عليه السلام. هذا يفتح لنا مفتاح عظيم جدا، وهو أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر قد عاصر في وقته حركة السيد الخميني قدس الله سره، وهذه حركة شيعية نستطيع أن نقول عنها خراساني. رأى السيد الشهيد الأول قدس سره أن في وجود حكومة شيعية إسلامية تقودها الحوزة العلمية رأى فيها خيرا ومصلحة للإسلام، لذلك دعمها الرجل. هذا يجب أن نلتفت إليه. الشيء الآخر أن هذه الحكومة ستفرز فيما بعد في مستقبل السنين عن نتائج جديدة غير ما بناها السيد الخميني. فحاول السيد الشهيد قدس سره أن يجعل اتصال بين العراق وبين هذه الحكومة لكي ينتج إنتاج جديد غير ما ستنتج عنه. لا نقول إنه فشل، إنما الناس لم تستوعبه، الطرف الآخر لم يستوعبه، أراده أن يكون تابعا له، هذه الحقيقة. وكذلك عاصر فكر سيد قطب، حسن البنا وسيد قطب، والذي كان يمثل الإخوان المسلمين أيضا بنظرة السيد الثاقب، لأنه ملك الاستقراء. سيد الشهيد الأول ملك الاستقراء، ولديه كتابه في الحكمة والمنطق، الأسس المنطقية للاستقراء. هذا عجيب غريب. حركة أو حزب الإخوان المسلمين أفرز أيضا إفرازات، القاعدة منه. فحاول السيد الشهيد قدس سره أن يوحد الأمة لكي ينتج إنتاجا نستطيع أن نقول ما بعد 2000، يعني بعد سنة 2000، سواء كنا في الإسلام أو في اليهودية أو حتى المسيحية. إنه الناس أتعجب كيف غافلة عن القرنين الأخيرين الذي 800 و900 و2000، يعني 1900 و1800 وسنة 2000. هذه 300 سنة غيرت العالم، سواء في التكنولوجيا أو في الأديان أو في العقائد، غيرت العالم. العالم غير أصبح، خاصة في القرن العشرين. فهناك معتقد، يعني نستطيع أن نقول أنه معتقد عند الماسونية، عند حزب الشيطان، أنه سنة 2000 لا تؤلفان، نهاية العالم. هذا ما كان يخطط إليه الماسونيون، أنهم يحكمون العالم. وضعوا سقفا زمنيا لحكم العالم لدولة إسرائيل الكبرى التي هي من الفرات إلى النيل. السقف الزمني 2010 لا يتعدون، وهذا تجدونه في الدولار في اليكة، موجودة هذه التواريخ لمن يعرف اللغة العبرية. فمسألة أنه السيد الشهيد الأول لم يكن على اطلاع بهذا الأمر، هذا من سابع المستحيلات.
هكذا عقلية يقول عنها الشهيد الثاني إنه أعلم خلق الله في مرتبة العلم الظاهري. هل من الممكن أن يكون هذا الشيء فاته من سابع المستحيلات؟ لذلك أراد السيد الشهيد أن يمهد الأرضية لاستمرارية حركته، حركة الصدريين، والصدريين بدون غلو وبدون ترفع. الصدريين، الأمة الصدرية هي الأمة التي فيها التمحيص، وهذا شيء يجب أن نلتفت إليه، خصوصا في كلام السيد الشهيد الذي ينقله الكوراني وغيره، أنه قال عن سيد قطب أنه غير مكلف بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه لم يفهمها أحد إلى الآن. كيف أنه غير مكلف بولاية أمير المؤمنين عليه السلام؟ نعم أحبتي، هذا مستضعف. سيد قطب مستضعف. هذا طفل يولد من عائلة سنية، يذهب إلى الجامع هو وأبيه، يسمع من هنا ومن هناك، يفتح صحيح البخاري. هذا ماذا تريد منه؟ عقل انتهى، أصبح حجر. تبقى حسابه هل جنة أم نار، هذه عند الله سبحانه عز وجل. تعرض ولاية أمير المؤمنين عليه السلام هناك، من قبلها قبلها ومن رفضها إلى حيث. أما باقي المذاهب هناك من كان في قلبه نصب عداء لأهل البيت هذا في النار، لا شك ولا ريب. إنما من كان محب لهم هذا حسابه على الله، لا نعلم نحن. إنما الأمة التي منها تخرج العينة كما يسميها السيد، عينة المجتمع، بقية الأمة هي الأمة الصدرية التي فيها التمحيص. هذا يجب أن نلتفت إليه بشدة أحبتي الكرام. لذلك نرى أن الآن القادة أو الفصائل المسلحة كلها ترجع إلى التيار الصدري، سواء عند الشهيد الأول أو الشهيد الثاني أو السيد القائد. يعني الأحزاب التي تدير دفة الحكم الآن في العراق ترجع إلى من؟ إلى التيار الصدري، إلى الأمة الصدرية. وكذلك الجمهورية الإسلامية الآن في إيران أصبحت لدينا الآن 3 خطوط: خاط داخل الأمة يحمل منهج الصدرين، وخاط يحمل فكر السيد الخميني قدس الله سره، وخاط رجعناه يرجع إلى الإخوان المسلمين. إلا أن هذه الخطوط ال3 لم تبقى على ما بناه الأوائل، هذه يجب أن نلتفت إليها. فالجمهورية الإسلامية أصبحت أكثر تشددا، وكذلك الإخوان المسلمين أنتجت حركات وأنتجت جماعات متشددة جدا، شاذة عن فكر سيد قطب وغيره. أما التيار الصدري فمن حمل فكر الشهيد الثاني وسار معه في بداية حركته فهو على المحجة البيضاء. بعد انتقال السيد الشهيد الثاني إلى جوار ربه، حسب ما نعتقده نحن وما موجود لدينا من أدلة، أنه وريث السيد الشهيد الثاني هو السيد مقتدى الصدر. فمن شذ عن هذه القاعدة هذا لم يحمل فكر السيد الشهيد الصدر، بل غادره الصدر. وخير دليل تستطيع أن تجلس معه. شوف لك واحد من الذين انشقوا لن تجده صدري، نعم يحب السيد الشهيد، إلا أنه لا صلاة جمعة ولا كلا أمريكا ولا هواي سوالف كثيرة. هذا ليس انتقاصا منهم، هذه حقيقة يجب أن يتقبلوها. يعني عندي أصدقاء أنا اللي خاصين بي فارقتهم حوالي 4 أو 5 سنوات، ذكرى استشهاد السيد الشهيد الثاني لا يحضرونها، كانوا يرتدون السواد ويسيرون من الحلة، إنما غادرهم الصدر. فأحبتي هذا مقام السيد الشهيد الصدر، وهكذا يجب أن نفهمه السيد الشهيد الأول، إنه أعلم
خلق الله. انتبه لهذه الكلمة. السيد الشهيد محمد صادق الصدر لا يتكلم عبثا. لم يقل أعلم البشر، لم يقل أعلم الناس، أعلم خلق الله ما عدا المعصوم عليه السلام. يعني المعصوم عليه السلام لا يقاس به أحد. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه إبراهيم هذه الأمة. كيف إبراهيم هذه الأمة؟ قلنا أن أسلوبه في إقناع الغير أسلوب علمي جدا لطيف، يعطي لكل استحقاقه. أضرب لكم مثالا صغيرا. زاره رجلان من بغداد وطلب منه أن يثبت لهم وجود الله سبحانه عز وجل، فقال لهما: ما هو اختصاصكم وماذا تدرسون؟ يعني لم يجيبهم رأسا أنه الله كذا الله كذا، لا، أنت تشتغل، شنو اختصاصك؟ فقال أحدهما: أنا في فرع الفيزياء. فأثبت السيد الشهيد محمد باقر الصدر له وجود الله سبحانه عز وجل من خلال الحرارة المكتسبة والحرارة المفقودة. لاحظوا الدقة. هذا السيد الشهيد الأول قدس سره يكلم الناس على قدر عقولهم. أما في المؤلفات من أراد أن يعرف السيد الشهيد الأول محمد باقر الصدر فليرجع إلى الأسس المنطقية للاستقراء. وهنيئا لمن فهم 4 صفحات منه، هنيئا، هذا فطحل راح يكون. إذن أحبتي الكرام، مسألة أنه أعرف راح أتهم بالغلو أو أتهم بكذا، والله لم أتكلم كل ما في جعبتي، الله شاهد، لأننا أيضا مأمور نكلم الناس على قدر عقولهم. علينا الآن أول فهمنا هذا الأمر أنه السيد الشهيد الأول هو أعلم خلق الله في مرتبة العلم الظاهر، وهو إبراهيم هذه الأمة بما يميز إبراهيم عليه السلام في حالته، بحيث أنه حطم الأصنام، بحيث أنه كان يساير الناس في النقاش. يعني أولا يسايره، بعدين شو يسوي؟ يهدم ما عنده ويثبت عقيدته. هذا أسلوب إبراهيم عليه السلام. ثم إن إبراهيم كان أمة، والأمم الثلاثة أو الأديان الثلاثة ترجع إلى إبراهيم، فتكون بذلك الأمة الصدرية هي أمة التمحيص، ولا زال التمحيص فيها. يعني إن كان كثرة الانشقاقات فهذا ليس عيب على الأمة الصدرية، لا بالعكس، هذه تصفية إلهية لهذا التيار الشريف. إذن أحبتي، هذا نجعله كمقدمة أو كقاعدة ننطلق منها. يبقى شيء آخر نناقش في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، الظروف التي وضعها الثالوث المشؤوم والاستكبار العالمي، والتي من خلالها واجه السيد الشهيد الأول أشد الصعوبات إلى أن مضى إلى ربه شهيدا هو وأخته العلوية الشهيدة بنت الهدى. فهذا نؤجله إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة برضاها بنت طه مولانا يا أمير المؤمنين يا علي.